مين كده هوت كان بيقف تحت رجل أمه أو سته وهي بتحمرها، وبعد ما يحمروها وناكل ربعها ويخبوها فوق التلاجة أو فوق النملية كنا احنا نطلع نكمل على الربع التاني. يعني يا دوبك لما كانوا يجوا يحطوها في الصلصة ما كانتش بتبقى موجودة يعتبر. كنت بعشق الأيام دي، واليوم اللي كانت أمي تعمل فيه الكفتة كان بيبقى بالنسبة لي يوم عيد. ولما اتجوزت بقيت برضه بجري عليها وافضل اكل فيها محمرة كده هوت، وكنت عبال ما احطها في الصلصة برضه كانت بتخلص نصها. النهاردة بقى احنا هنعملها بطريقة اقتصادية جدا. أول حاجة نوت معايا نص كوباية من الرز، غسلاه طبعا من قبلها كده بيوم وكنت سايباه ينشف. بعد كده في المطحنة هبتدي ان انا اطحنه لغاية لما يبقى ناعم جدا. الوصفة دي اللي بيحب الكفتة زيي وما بيقدرش يستغنى عنها، يعني ممكن كده ياكلها يوميا. اقتصادية ولا فيها لحمة ولا فراخ. عملت الوصفة دي من سنة، وواحدة سورية طلبتها مني بس كتبتها لها على الماسنجر، وبالأمانة أنا ما قدرتش إن أنا أغير لها طلب وقلت هعملها لها تاني. جريت كده بقى على المطعم ورحت جايبة ب5 جنيه طعمية من المطعم، وحطيت كده عودين من الكزبرة وحبيتين كده من الشبت. غسلتهم كويس جدا وحطيتهم مع الطعمية وفص واحد بس من الثوم، ونزلت بكمية الرز المطحون اللي احنا طحناه سوا. وهبتدي بقى ان انا هشغل الكبة بتاعتي عليهم، يعني هعمل كده للطعمية إعادة تدوير لغاية لما تلف معايا، وهتبقى الكفتة بتاعتي جميلة جدا. شايفة؟ لا بتلزق في الايد ولا اي حاجة خالص، حاجة كده سبيشال يا بنات. هبتدي بقى كده من غير زيت ومن غير اي حاجة خالص. هنبتدي بقى كده ان احنا نصبحها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مش هتاخد معنا وقت، زي ما قلت لكم ده وصفة اقتصادية جدا جدا جدا، وتقدروا تعملوها بالصلصة زي ما بتعملي الكفتة العادية، وهتطلع طعمها خرافة وروعة. والله العظيم محدش هيصدق ان هي لا فيها لحمة ولا فراخ، محدش هيصدق اصلا انها بالطعمية. بعد ما خلصنا الكمية كلها نزلنا بقى حمرناها في الزيت، وابتدي بقى يا ستي الكل كلي براحتك زي ما انت ما عايزة. والله العظيم مش هتفرق عن الطعمية العادية، الكفتة العادية أي حاجة، ومحدش هيصدق إنها أصلا بالطعمية. تقدري كده بقى توفري فلوسك وتعمليها وصفة اقتصادية جدا للناس اللي بيحبوا الكفتة زي حالتي كده يوميا.